عاجل عودة 70,000 مهاجر إلى المغرب. أوه هادشي كتير هادشي. عبور يستغرق معايا خوتي شوف. ساعات ويخلق أوجاعا ممتدة. مفقودون ومتطوعون كتخليو لي الآراء ديالكم في التعاليق. الذهاب والعودة، وآخرون يحاولون إعادة الكرة. قصص إنسانية تشكلت على حدود باب سبتة، هذا الممر البري والبحري الذي تطالب المغرب إسبانيا بالتراجع عن احتلاله، ومنه تتكرر موجات العبور هربا من شظف العيش واتباعا لأحلام عريضة عن حياة أخرى. فبعد أيام معدودة من نجاح عشرات آلاف المغاربة في العبور وما تضمنه المشهد من استنفار إسباني وإفادات عن عنف وانتهاكات، قالت سلطة البلدين إن أكثر من 90% من المارين قد عادوا أدراجهم، إلا أن مئات الأسر لا تزال تلامس السلك الشائك من ناحية مدينة فنيدق المغربية أملا في معرفة أخبار أحبابهم. 5 أيام وانا نقلب على ولدي سميتو رايان. النهار اللي خرجوا الدراري هنا قالوا فتحوا الديوانه، طلع معاهم ما لقيت عليه حتى خبر. النهار الاولاني قال لي ماما انا وصلت لسبته، من تما ما ولا تواصل معايا. آلاف القصص التي ترسم كل منها حدود حياة لم تعد كما كانت قبل هذا العبور. جيت هنايا في باب سبته كنشوف ولدي من نهار الجمعه وانا كنتسناه، ونسمع الخبر ديال رحل له في سبته وشبار وزاد، وانا دابا كنتسناه في باب سبته وباقي كنتسنى ما عنده لا اخبار لا والو في هذه الساعه. أفادت السلطات الإسبانية بوفاة أكثر من 80 شخصاً خلال هذا التدافع، كما أكدت أيضاً أن الوضع لم يعد إلى طبيعته إثر استمرار الضغط على مرافق الاستقبال التي تضم أعداداً كبيرة من المهاجرين. ما عندناش لا غطاء لا فراش، الماكله كيجيبوا لنا الماكله مره واحده في النهار. ما البارح جابوا لنا الماكله، الماء ما جابوش لنا من البارح ما جابوش لنا الماء. لكن رغم المعاناة يعرف هؤلاء لماذا غامروا ولماذا يتمنون اللا عودة. أنا اتجهت لهذه البلاصة يعني هذه السبتة على أساس نغير المستقبل ديالي ونغير الحياة ديالي، حيت كنت في المغرب كنت كنخدم ما الشهرية ديالي ما كتقادنيش. في وسط زحام الأرقام تبرز محنة الأطفال غير المصحوبين كمأساة من مآسي الهجرة غير النظامية، إذ تضم مراكز الإيواء بالمدينة في تلك اللحظات نحو 850 قاصرا. تقول السلطات إنها لا تستطيع أن توفر لهم الخدمات الأساسية. وفيما تعلن أوروبا الرسمية أن اجتماعها هدف لاستخلاص دروس مبكرة من الأزمة، تؤكد أصوات حقوقية أن محاولات العبور غير الآمن ستبقى دوما تبحث عن أبواب للمرور، في ظل قناعة من أن هذه المغامرة قد تكون أقل وطأ. الغالبية العظمى من الأشخاص الذين دخلوا إسبانيا بشكل غير نظامي في 30 من يوليو تمت إعادتهم. قدرنا عدد الأشخاص الذين دخلوا بحوالي 72 ألف شخص، وأن 70 ألفا منهم قد غادروا البلاد.